مشاهدين الأفاضل، مباشرة من قلب العاصمة الإسماعيلية مكناس مع مراسل الجريدة الرسمية مولاي هاشم مكناس، قناة طاكسي تيفي. مرحبا. كي بان لك اللعب ديال النادي المكناسي اليوم النادي المكناسي الفريق كان واقف مزيان، كانوا رجال سيرتو الحارس بوناكا اللي كان في المستوى هو السبب الاول في 3 النقاط اللي غيخليو النادي المكناسي في السباق نحو اللقب. ولكن حنا منفوخين بالروح، اللي خرج بحلقه ما مبحبحش ماشي مكناسي. هذا هو عهد الاجداد ديالنا، والله يرحم من ربا كاع هاد الجماهير المكناسيه المنضبطه اللي خضات بالتعليمات ديال الاداره ديال النادي المكناسي، بلا تعليمات بلا والو. ما شاء الله الجمهور ديالنا متحضر، وكنا تنتنقلوا 11 سنه ما خلينا الصزاق والشماعيه والدشوره والدروبه ولا اله الا الله. رمز النضال الجمهور المكناسي، رمز الصبر، ورمز كيلعب على لي زوبجيكتيف. اون سون فو، عندنا جوج ديال الالقاب، يا ما كان الحكم تيصفر بيديه ما عندناش مشكل. المهم جابوها في الحمري والرجال ما كاينش. تحيه للسي حمادي حميد دوش اللي كنفتقدوه في المدرجات، الله يخلي له صحيحته حتى هو تيبغي هذه الفرقه. وتحيه كبيره لكاع الناس اللي سهروا على الامن ديال هذا الملعب اللي تنقولوا له حنا الزاويه. حنا تنقولوا واقيلا مولاي اسماعيل هنايا دافنين ما بخبارناش، تندخلوا لقوا شعريره ولا اله الا الله اللي مولوع بكره القدم والمدرجات والكره الشعبيه لولاد الشعب. لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي مرحبا. كيبان لك ديال المقابله اللي كانت ديال النادي المكناسي مع الرجاء؟ وكما كتشوف المقابله دارت في اجواء رياضيه جميله. فريق النادي المكناسي عطى اللي عليه. ضربة جزاء اللي جات في الشوط الاول كانت غادي تبعثر الاوراق ديال المدرب. داركنا ما فيه الكفايه والحارس دار المجهود ديالو. في دوزيام ميطا تبارك الله المدرب دخل بخطه جديده وبنهج جديد، وهذا الشيء اللي اتى الهدف هذا. وكنطالبوهم بالمزيد ان شاء الله، نتائج جميله مع الحسنيه ان شاء الله، شي 3 ديال النقاط وشكرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف بانت لك المقابله ديال النادي المكناسي مع الرجاء البيضاوي؟ المقابله كانت زوينه، كان مزيانه، كان فيها صراع من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه. الشوط الاول كان فريق الرجاء البيضاوي هو اللي مسيطر. النادي المكناسي ما كان تيدافع، ما استغلش بواحد جوج الفرص اللي جاو في الشوط الاول كان يسجل الهدف الاول. وجات هذيك ضربه الجزاء هي اللي كانت شويه قاصحه، واخا انها كانت فيها مشكوكه. والحارس بوناكا استطاع باش يقبض هذه الكره هذه وباش يفلت الفريق من واحد الهزيمه اللي كانت غتكون محققه، لان خرجت من هزيمه في الشوط الاول ربما غتصعب عليها المقابله. الشوط الثاني النادي المكناسي انتفض واستطاع باش يسجل الهدف ديال السبق اللي تحت له. التغييرات نتاع المدرب كانوا في المستوى، لانه دار واحد الضغط على لاعبي الرجاء البيضاوي باش استطاعوا يحققوا 3 النقاط اللي هي مهمه واللي غادي تساند الفريق باش يزيد للامام. شنو نقول؟ السلام عليكم اخي. كيف بانت لك المباراه ديال النادي المكناسي مع الرجاء؟ المباراة كانت مباراة جميلة، والدراري داروا اللي عليهم، ربحوا وجابوا 3 بوان من قلب مدينة مكناس وديما كوضن. السلام عليكم اخي. شنو تقول لنا على حساب المبادره على حساب المباراه ديال النادي المكناسي مع الرجاء البيضاوي؟ والمباراه كانت في المستوى الفريقين بدلوا اللي عليهم. الجماهير تبارك الله كانوا في المستوى، وكان اداء جيد بالنسبه للفريق الرجاء البيضاوي بالنسبه للنادي المكناسي. ايوا جا الفوز ديال فريق النادي المكناسي يعني عن زعما استحقاق وجداره. لعبوا مزيان، وحتى فريق الرجاء البيضاوي هو لعب مزيان، ولكن هذه هي الكره، ديما الغالب وديما الخاسر. وتنتمنى حظ موفق لفريق الرجاء البيضاوي وكذلك فريق النادي المكناسي. وتنشكروا الجماهير اللي حضرت بحجه هنا الملعب الشرفي من مكناس. كانت في المستوى، ما كان لا شغب لا والو، والتنظيم كان في المستوى. الناس ديال الامن قاموا باللي عليهم، كلشي منظم على ما يرام. وتنتمنى التوفيق للفريقين وشكرا جزيلا. تعرفنا في الصحافه اللي
وهذيك كلها كلها سكري، وتبارك الله عليكم وشكرا.